تخيل راجل واقف قدامك بيقولك ان هو ساكن في دولة مش موجودة على الخريطة. يوم 10 يوليو سنة 1954 ظهر راجل فجأة في مطار طوكيو. لما فتحوا الباسبور بتاعه لقوا ان هو في دولة اسمها تاورد، والدولة دي ولا اي حد سمع عنها قبل كده. مش بس الباسبور اللي كان غريب، ده كان معاه بطاقة شخصية ورخصة قيادة من نفس الدولة، والورق ده كله كان سليم بأختام وتوقيع رسمي. الحكومة بقى هنا احتارت، راحوا جابوا له خريطة العالم وقالوا له شاور على دولتك. الراجل بدأ يشاور على منطقة صغيرة بين فرنسا واسبانيا، والمكان ده اصلا فاضي. الراجل هنا اتصدم وقال لهم انتوا ازاي مش عارفين دولة تاورد، وقال لهم ان الدولة دي موجودة بقالها اكتر من 1000 سنة. والحكومة حبست الراجل دوت في زنزانة مقفولة وليها باب واحد وعليها حراسة 24 ساعة. واللي يرعبك بقى ان تاني يوم الراجل اختفى، ومفيش اي كسر في البيبان، ومفيش اي اثر للراجل كأنه ما كانش موجود اصلا. من وقتها بقى ناس كتير قالت ان الراجل ده كان جاي من عالم موازي. تفتكر انت ايه بقى السر ورا الراجل ده؟ اعمل لي فولو عشان العالم حوالينا فيه اسرار اكتر من ما انت متخيل.